السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير، صباح الفل، صباح الورد والياسمين على أغلى وأروع مشتركات. مرحبا بكم البنات معايا اليوم في فيديو جديدة. فيديو إن شاء الله راح تفيدكم بزاف بزاف، لأنه فيها وصفة مطلوبة جدا اللي هي وصفة إشباح السفرة. وصفة قسنطينية غنية عن التعريف بأيادي قلمية بحول الله. كما راكم تشوفوا يا البنات، نبداو أول حاجة بالمقادير. عندي هنايا 3 كيلات معمرين مليح من اللوز مرحي بودرة، يعني لي زاموندون بودر. راح ندير معاهم هنايا كيلة غير صباع تاع سكر. هنا اللي تحب دير 3 كيلات ممسوحين دير كيلة غير ربع تاع سكر حتى لنص كيلة، لانه ما ننساوش انه شباح السفرة هدية طيب في مرق حلو البنات. دونك هنايا كيما راكم تشوفوا خلطت كمية السكر تاعي مع اللوز بودرة جيدا، ونبدا دركا نلمها بصفار البيض. مبدئيا نحط 3 صفار بيض غير بالعقل، ومن بعد نشوف الكمية اللي راح تلملي. انا هنايا حطيت زوز ومن بعد زدت الثالث، انا كنت استعملت 3 صفار بيض، وحطيت معاهم ملعقة قهوة، يعني ملعقة صغيرة جدا البنات من ماء الورد المقطر. هنا اللي ما عندهاش الماء ورد مقطر تقدر تستغنى عليه، ولكن انا نقول لكم بلي الماء ورد مقطر راح يخلينا مع العجين هذاك تاع اللوز يعني والسكر، راح يخلي السكر تاعنا يتعسل ويدوب معانا. فوالا راح تجي عنا عجينه بزاف بزاف طريه. هنا كيما راكم تشوفوا ما تكونش طريه البنات او بوان لي جاريه، لا، معناتها تكون مانيابل، معناتها نقدروا نتعاملوا معاها بسهوله، ولكن هي تكون متماسكه كيما راكم تلاحظوا معايا هنا في الصوره. شوفوا يدي يا البنات كيف ما راهي معمره بالزيت، هذاك الزيت تاع اللوز كي كنت عجنته مع السكر، لانه حتى اللوز يخرج لنا هذاك الزيت تاعو وتتلم عنا العجينه بلا ما نحتاجو انه نضيفو صفار البيض. انا هنا كميه اللوز اللي كنت حطيتها بالضبط كانت 150 غرام تاع لوز بودره. نجي دركا هنا كنت بليتها في الصباح، وهنايا يعني كنت بريتها جوايه هكاك الوحدة هكاك تاع القايلة، والغدوة من داك في صلاة الصبح كنت نط صليت، ومن بعد بديت نخبز فيها. نخليها انا دو بريفيرونس نخليها تبات العجينة باه داك السكر تاعكم يدوب معاكم وما يجيكمش من بعد هكا ما يجيكمش من بعد يقربش هكا في الفم، فهمتوني؟ فوالا نجي دركا نخبز العجينة تاعي بسمك حوالي 1 سنتيمتر حتى ل2 سنتيمتر. انا نحب الشباح تاعي كي تكون طالعة يعني تكون عالية، ما نحبش هذيك الشباح اللي تكون واطية. كيما راكم تشوفوا الحجم تاعها تقريبا يكون كيما تاع المخبز، يكون شوية قل منه، بصح يكون العلو تاعها يعني السمك يكون تقريبا نفسه. هنا كيما راكم تلاحظوا عندي الطابع هذا تاعي، طابع تاع بلاستيك كنت شريته العام اللي فات، مانيش متفكره ميم با مين شريته، ليسونسيال بلا كنت شريته ب5000 ولا 10000 وفرات. المهم كنت طبعت به هنايا الاشكال هذوما. وبالنسبه للناس اللي تقول لي ما عنديش طابع يا سهام، نقول لك سهله حبيبتي، ما عليك غير ديري كيما هكا حربوش معايا ولا ان بودان، ونجي دركا نروليه مليح مليح، نبسطو شويه هك بيدي بالطريقة اللي راكم تشوفوا فيها. نجيب موس ونبدأ نقص في مثلثات، هذه الطريقة تخليكم تتحصلوا على كمية كبيرة في وقت قصير، يعني خير من كي تطبعوا هكاك بالحبة. ولكن أنا نشتي ديما هذاك الشكل هذاك تاع النجمة وتاع الهلال كما كانوا يقولوا بكري، يقولوا حاجب وعوينة اللي هما النجمة والهلال. هذاك هو الشكل اللي كان متعارف عليه، وكان يعني يديروه بزاف بزاف في المناسبات. فوالا كما راكم تلاحظوا انا الكمية 150 غرام تاع لوز، يعني 3 كيلات بالسكر تاع التاي. الكيلة تاعي قلت لكم مقبة يعني معمرة مليح. قلت لكم كان دارت لي 21 حبة بالضبط. كيما راكم تلاحظوا هنايا طبعت هذيك الشباح تاعي، ونجي دركا بياض البيضه داك اللي بقالي انا نجي نديرو غير هكا بصبعي ليجيرمون، ما نديروش بزاف البنات. كيما راكم تلاحظوا هنا ما كمش رايحين تحتاجوا انكم من بعد تنظفوها. علاه؟ كي ما شوفوا لكان لحتوها كامله في بياض البيض اللي هي الطريقه التقليديه
هديك لازم تنظفوا الشباح تاعكم من وراء القلية الأولى ومن وراء القلية الثانية. بس كي ديروها كيما هيك بيديكم صدقوني ماكمش رايحين تحتاجوا خلاص انكم تنظفوا هدية الشباح تاعكم. ودوك تشوفوا معايا بيان سور هنا كيما راكم تلاحظوا نبل صبعي ديما بياض البيضة داكا وندهن بيه الحبة تاعي بلا ما نحط لها كمية كبيرة من بياض البيض. فوالا اونتر طون يكون الزيت تاعي هنايا سخن معايا. انا الزيت هنا حطيت فيه كاسرونه صغيره، علاه باه نحط كميه تكون يعني معتبره شويه، لانه تحتاج هذه الشبح تاعنا انه يغمرها الزيت باش كومسا ما نضلوش نحركو فيها باه ما تتحلش معانا. فوالا نكمل كل الكمية تاعي، هذا هو الشكل تاعها، يعني نعطيوها لون دوغي خفيف. خلا هنايا غير البنات الاضاءة ولا لا كاميرا اللي تبين لا كولور شوية فونسي، سينو هي اي ماش فونسي. يعني بعد القلية الثانية وكما شفتوا في الصور في اول الفيديو هذيك بعد القلية الثانية، لانه الصور توضحها خير من الفيديو. فوالا كيما راكم تلاحظوا شوفوا معايا هنايا البنات الشباح تاعي بعد ما خليتها بردت معايا تماما به جيت نعاود نقليها القلية الثانية. شوفوا كي درت الطريقة اللي نعدت لكم هي انكم ديروا باليد، اكيد اليد تاعنا تكون نظيفة البنات، تكون تري بيان بروبر مغسولة. كي نديروا بها بياض البيض ما نحتاجوش خلاص انه ننظفوا هدية للشباح تاعنا، لانها تكون يعني نظيفة وتكون ما فيهاش خلاص هذوك البقايا. وحتى الزيت تاعنا ما نحتاجوش انه نصفيوه لانه راح يبقى معانا مضيف، وشباح تاعنا مش راح تدي لون ماهوش مليح. كاين بزاف البنات يقولوا شباح الصفراء، بصحية يعني نورمالمون اسمها شباح الصفرة، لأنه الصفرة معناتها الطاولة ولا المائدة، وهدية تعتبر شباح يعني زينة المائدة. فوالا دي معلومة برك كانت عندي حبيت نمدها لكم هذا مكان. دركا للقلية الثانية نعاود ندير نفس الطريقة، يعني بياض البيض تاعي نسي اني ندير فيه صبعي ولا يدي بالأحرى، ونجي دركا نبدأ نفوت في يدي هكا على ديك الحبة تاعي تشباح، ونعاود نحطها في زيت تكون ساخنة على نار هادئة جدا باه كومسا يدخل لها طياب حتى من الداخل. كما راكم تشوفوا هنايا نكمل كل الكمية ونخلي عيني عليها لانها ما تطولش البنات، وماكسيموم واحد 15 ثانية تكون دات معاكم اللون الذهبي هذا اللي جاي بزاف مليح. انا كنت سهيت شوية على زوز كعبات والله كانوا تخطفوا مني، يعني كانوا شوية ولات لا كولور تاعهم شوية فونسي بارابور لهادوما يعني في القلية الثانية. فوالا ونجي دركا نجيب ان بابي ابسوربون ونبدا نظف الشباح تاعي، ولو انها كيما راكم تلاحظوا ماهيش محتاجه اصلا اني ننظفها. اها هي كاين برك هنايا هادو زوز كعبات كنت سهيت عليهم، دونك لازمت لي ننظفهم مليح باه نحي لهم هذاك الزايد تاع بياض البيض. فوالا نكمل كل الكميه ننظفها بشكل جيد البنات كيما راكم تلاحظوا، ننفض عليها مام هكا دوك التفش هذاك اللي يقعد لي في الزيت ولا تاع بياض البيض اكيد. ولو اني شوفوا كيف ما قلت لكم ماهيش محتاجه خلاص اني ننظفها. ها هي فوت عليها كاملة، يعني أنا ما عنديش كمية كبيرة هنا، قلت لكم كمية 150 جرام تاع لوز دارت لي 21 حبة من شباح الصفرة. كما راكم تلاحظوا يا البنات هذه هي شباح تاعي في شكلها النهائي، جات بزاف مليحة، جات عالية بسم الله ما شاء الله. الناس اللي حبوها تكون هابطة على هيك أكيد راح دير لكم يعني عدد أكبر من هكا، دير لكم حتى 30 حبة ولا 32 حبة، ولكن أنا نحب الشكل تاعها هذا كي تجي عالية كيما هكا. إن شاء الله يا ربي تكون عجبتكم الوصفة تاع نهار اليوم. قبل ما نكمل معكم حبيت نعطيلكم طريقة التخزين تاعها، راح نطيبها معكم إن شاء الله في أول يوم من رمضان الكريم ولا رمضان المبارك.
بحول الله. انا راح نخزنها في لابواط دي تاع البلاستيك ونحطها في الكونجيلاتور تقعد كيما راهي، تقعد لكم حتى ل6 شهور حتى العام ما يصير لها والو يا البنات. فوالا حبيت نوزنها معاكم. انا هنا كنت ديجا وزنت لابواط، وللامانه كان طاحت لي حبه في الارض، دونك يعني هذيك كنت رميتها، ربي يسمح ويغفر. كنت طيشتها دونك هنا الوزن تاع الباطا تاعي كان 12 غرام. ها هي نحيتها، نعدت لكم بلي ديجا لابواط راهي موزونه، وهذه الكميه خرجت لي 261 كعبه والله حبه، بلا ما نساو الحبه اللي كانت طاحت لي. فوالا يا البنات، هنايا كيما راكم تلاحظوا كنت كملت معاكم الفيديو تاع نهار اليوم. نتمنى انه يكون عجبكم، لكن عجبكم ما تبخلوش عليا باكبر عدد من اللايكات والتعليقات ايضا. وانتي اللي ما كيش مشتركه في القناه نقول لك اشتركي معنا في القناه باه تكبر القناه تاعنا اكثر واكثر. نحبكم ونموت عليكم، اتهلاو لي في روحكم ومع السلامه.